بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطاب إلى المشير عمر البشير وأسميته: يا عمر، لقد تعودت أن يهتف لك الناس بأن تسير وأن تمضي قدما، وأنت تلوح لهم، وربما رقصت وسط الحشود الكبيرة التي يدفع لها لتجتمع. ولكن في هذا الخطاب لن آمرك بأن تسير، لأنني قد عرفت المصير. ربما تقول: من فوضك لتتكلم؟ من فوضك لتقول لي لا تقف هنا ولا تتقدم؟ فوضني الألم الذي أراه في عيون النساء بدارفور الذين قتلتهم العنصرية وسلب منهم الشرف تحت دعاوى الدفاع عن الدين والدفاع عن العرض. فوضني الخوف الذي أراه في عيون الأطفال في شرق السودان، في بورسودان والقضارف وكسلة، الذين توالد على رؤوسهم الولاة النهبة فلم يبقوا لهم موردا من مال ولا كرامة. فوضني الجفاف الذي أراه في شمال السودان، هذا الإنسان النبيل الذي ترك البلاد وآثر أن يتشرد في أنحاء العالم وأصقاع البلاد بحثا عن حياة كريمة. فوضني ما أراه في الجزيرة من رجل يترك بيته ليعول أسرته أو أمه المريضة. فوضني كل هؤلاء وكل هذا الألم الذي نراه في ساحة المغادرة أو في صالة المغادرة في مطارات الخرطوم وغيرها. هذا الشعب الذي يفر فرارا جماعيا، هذه اللوعة التي نراها نحن وقد خرجنا من بلادنا. يتقاذفنا الناس في بلاد الغربة، ربما أكرمنا هذا وأهاننا الآخر ولا نملك قرارا بالعودة. يا عمر، قد حكمت ربع قرن من الزمان، فماذا تريد أكثر من ذلك؟ أتيتنا وأمرنا جمع، نحب بعضنا البعض، نتزاور، نصلي في المسجد، نعرف سماحة الإسلام، لا نشير لشخص بقبيلة ولا نشير لشخص بجهة ولا نتعصب. وها نحن الآن قد تقسمت بلادنا وأشرنا لبعضنا بالعنصرية وسرت بيننا النعرات الجاهلية وتمزق الوطن، فماذا تريد؟ يا عمر، قد حكمت ربع قرن من الزمان باسم الإسلام، فأين الإسلام؟ الإسلام الذي لا نراه إلا في خطاباتك وخطابات رصفائك ووزرائك وولاتك. أين هو من حياتكم؟ أين هو من قراراتكم؟ أين هو من ممارساتكم؟ أين هو من ثرواتكم؟ أين هو من العفة والعدل والكرامة والشورى والإيمان والوحدة؟ أين الإسلام من كل هذا؟ أم هي مقولة العالم: علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تقدموا، فلو كانوا على الحق لعملوا بما يقولون. ماذا تريد أكثر من أن تسيل هذه الدماء الطاهرة في الأيام الماضية في الخرطوم؟ أقناصة على أسطح البنايات، حولتم البلاد إلى شلال من الدماء البريئة. ذلك الذي خرج ليقول أنا جائع، ذلك الذي خرج ليقول كفاية، ذلك الذي خرج ليقول أبينا، هذا ذلك الذي خرج ليسترد شرف الوطن الذي اغتصب. ما ذنبه ليقتله القناصة؟ وإن لم تضغط على الزناد أنت فقد أمرت بضغط على الزناد. فأين تذهب من دماء المسلمين؟ وأين تذهب من دماء الأبرياء؟ وماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول؟ لا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. ربع قرن من الزمان، ألا يكفيك هذا؟ ألا يكفيك؟ لقد جربت كل المذاهب وجربت كل الطرق ومزقت البلاد واكتفيت وشبعت أنت وأهلك، أنت وعشيرتك، أنت وزبانيتك، فماذا تريد أكثر من هذا؟ لا نقول لك اذهب إلى أوكامبو أو محكمة الجنايات الدولية، نقول لك ارحل بهدوء، اذهب إلى المدينة، إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر لذنبك، اطلب العفو، تصدق عن الذين قتلتهم والذين شردتهم والذين جوعتهم. لا نريد أكثر من ذلك. اخرج من هذه البلاد، كفاية. يكفيك 25 سنة من الحكم، يكفي شعب السودان هذه اللوعة وهذا الأسى
وهذا الألم. يا عمر